السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة الإخوان لكم كاملين. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على الانتقام ديال المنتخب الوطني المغربي من المنتخب البرازيلي. كيف ما انتقم المنتخب المغربي من المنتخب البرتغالي والمنتخب الإسباني. وقبل ما ندخلوا في الموضوع كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم، وكنتمنى انكم تشتركوا معنا في القناه. كاع اللي شوف القناه كنتمنىكم انكم تشتركوا معنا في القناه، وهذا راه غير خير منكم، ماشي زعما امر ولا شيء انك تشترك معنا في القناه. وكندعوكم انكم تناقشوا معايا في الكومنتيرات، وتخلوا لي في التعاليق ديالكم جميع الحوايج، الفيديوهات اللي كنصور ولا المواضيع اللي كنطرق لها. بغيتكم انكم يكون بيناتنا واحد النقاشات في الكومنتيرات، وانا راه كنجاوب. ولا كان كاع شي كومونتير كيستدعي انني ندير عليه فيديو، راه ما كاين حتى شي مشكل. اذا ندخلوا في الموضوع. الموضوع ديالنا في هذا الفيديو هذا غادي نهضر على الانتقام ديال المنتخب المغربي. جا الوقت فاش المنتخب الوطني المغربي انه ينتقم من المنتخب البرازيلي. علاش كنقول لكم الانتقام ديال المنتخب المغربي من المنتخب البرازيلي؟ الناس كاملين اللي حضروا في كأس العالم ديال 98 غادي يكونوا حاضرين، وغيكونوا كيتفكروا اللي ما تسرطتش لينا داك الخبث الكروي اللي داروا المنتخب البرازيلي مع المنتخب النرويجي باش يطلعوا بجوج للدور الثاني، ويتقسى المنتخب الاسكتلندي ويتقسى المنتخب المغربي. واخا المنتخب المغربي هذيك الساعات كان تعادل مع المنتخب ديال النرويج، وكان تعادل وكان غلب المنتخب ديال اسكتلندا ب 3-0 بالبيت الواعر ديال باصير. اذا كنا كنتفكروا هذيك الغصه اللي مبغاش تنسى لينا، وهذيك الشمته اللي شمتونا البرازيليين. وجا الوقت فاش ننتقموا. وعلاش جبت لكم كيف ما انتقم المنتخب المغربي من المنتخب البرتغالي ومن المنتخب الاسباني؟ حيت شفنا كاملين الظلم التحكيمي اللي كنا تعرضنا ليه في روسيا 2018. شفنا كاملين كيفاش تعداو علينا المنتخب البرتغالي والمنتخب الاسباني، والاخطاء التحكيميه وهذاك المرض، وكيفاش وقفوا لينا ما خلاوناش اننا نطلعوا للدور الثاني وغلبونا. تعادلت معنا اسبانيا وغلبتنا البرتغال بمشقه النفس وبالتحكيم وبالمؤامره بزاف الحوايج داروها. ولكن انتقمنا منهم في كأس العالم ديال قطر اللي غلبنا المنتخب البرتغالي وبكينا كريستيانو رونالدو، وغلبنا المنتخب الاسباني وبكينا انريكي والمنتخب الاسباني كامل، وانتقمنا منهم شر انتقام وجرينا عليهم من دور المجموعات، وبقينا احنا مكملين حتى الدور نصف النهايه ودرنا كاس العالميه اللي واعره. جا الوقت دابا باش ننتقموا من المنتخب البرازيلي ونردوا لهم الصرف ديالهم اللي داير. اذا المقابله اللي غتكون من ضد المنتخب البرازيلي مع المنتخب المغربي غتكون مقابله ديال الانتقام. غادي نبكيو فينيسيوس، غادي نبكيو المدرب اللاعبين، غادي نبكيو الجمهور البرازيلي على داك الشيء اللي كانوا داروا لينا في كاس العالم 1998. وعندنا جميع الامكانيات باش اننا نبكوهم وباننا نديروا لهم نفس القضيه. احنا ما غاديش نتامروا عليهم. المنتخب المغربي والمغاربه ما فيهمش تامر بالكره نديروا شي فرقه نديروا معاها هكا باش نطلع انا وياها ونقصيو المنتخب البرازيلي. لا، غنغلبوهم بالكره وغنتعدوا عليهم بالكره وغنجروا عليهم بالكره وغنربحوهم بالكره، لان المنتخب الوطني المغربي دابا عنده لاعبين كبار، لاعبين اللي قادرين انهم يغلبوا المنتخب البرازيلي وقادرين يغلبوا اي فرقه كيف ما كانت. الا بقيتوا معنا حتى لهنايا ما تنساوش انكم الدراري تشتركوا معنا في القناه باش تبقاو تشوفوا هاد الفيديوهات، وما تنساوش تدعمونا بواحد الزر ديال لايك وتخلوا لنا شي كومونتيرات زوينين بطبيعه الحال وتدعمونا. عارف
داكشي راه باقي ما كيرقاش للمستوى الكبير، ولكن حنا كنجتهدوا. شرينا التليفون وجبنا الميكرو باش تسمعوني مزيان، وان شاء الله نعدلوا على البيرو ديالنا ونعدلوا على البلاصه اللي كنصوروا اللي غتكون اكثر احترافيه ان شاء الله. هذا الشيء غادي يكون معكم وبكم ان شاء الله. اذا نكملوا الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا قلت لك جاء الوقت ديال الانتقام بكونا. وراه ديك القضيه راه ما تصرتش ليا، راه اي واحد اي مغربي غيتفكر نهار غلباتنا البرازيل، نهار تغلبنا ضد البرازيل وتقسينا بواحد المراره، غلبنا اسكتلندا ب 3-0 ودرنا كاس عالميه واعره هذيك الساعه، ودرنا مقابله واعره لا ضد البرازيل لا ضد النرويج لا ضد اسكتلندا. ولكن رغم ذلك تكالبوا علينا المنتخب النرويجي والمنتخب البرازيلي، وحنا لاعبين واحد المقابله وديه دابا ضد المنتخب النرويجي، غنتاقموا منهم ان شاء الله شر الانتقام. وغيجي هذه غير مباراه وديه، اما المباراه الكبيره والملحميه ان شاء الله اللي غتكون في كاس العالم ديال الميريكان اللي غنلعبوا ضد البرازيل، فغتكون مقابله واعره بجميع المعايير. تفكروا هذه القضيه اللي غادي نقول لكم. هذه المقابله هذه اللي غتكون غتاخذ واحد الهاله اعلاميه كبيره، جميع العالم غادي يتفرج فيها. غتكون بحال لعبه البارسا مع الريال، لان كل شيء عارف وكل شيء فاهم بان المنتخب الوطني المغربي ولات عنده واحد جماهيريه كبيره في العالم وقوي وواعر، وخصوصا مع هذا المدرب هذا وهبي اللي ان شاء الله غيعرف كيفاش يغلب لنا المنتخب البرازيلي. حنا عارفين المنتخب البرازيلي والهالي اللعابه اللي عنده وكل شيء راه كاين، كل شيء اللعابه ديالو تقريبا كاملين راه كلهم كيلعبوا في مستويات كبيره، واخا ما كاينش هذاك المستوى اللي كبير ديال اللعابه. فينيسيوس بزاف ديال اللعابه اللي ماشي داك اللعاب نيت اللي كبير، ولكن كتبقى البرازيل رائده في كره القدم. اكثر واكبر فرقه لعبت الكره راه هي المنتخب البرازيلي، وعندهم مدرب كبير هو انشيلوتي اللي غني عن التعريف. وهذا المدرب هذا اللي دري في ريال مدريد، وعنده كيخاف من المنتخب المغربي وكيحتارمه بزاف. داكشي علاش ان شاء الله المقابله غتكون مقابله كبيره وكبيره بزاف. الا بقيتي معنا حتى لهنايا ما تنسوش انكم تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس وتخلوا لنا الكومنتيرات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.